كنت عايزة أعرف إيه الفرق بين اللي بيشتري عشان يسكن وبين اللي بيشتري عشان يستثمر؟ اللي بيشتري عشان يسكن ده بيدور على مكان يكون يرتاح فيه، لكن اللي بيستثمر ده بيبص للمدى قدام، وبيدور على حاجة يكون فيها عائد بيزيد، في تغير في السعر. طب أنا لو في مكان العميل هفكر إيه قبل الشراء؟ في الموقع، أفكر في الخدمات اللي حواليا، وأكتر حاجة مهمة يفكر فيها العميل القسط. الناس كتير قوي بتغفل إن بيبقى عندها قسط. المقدم مش دايما بيبقى فيه مشكلة، لأن الناس بتبقى محوشة للمقدم، لكن القسط بتاعك ده هتقدر تكمل معاه ولا لأ؟ طب لو معايا 2 مليون أختار شقة كبيرة في مكان متوسط ولا صغيرة في مكان راقي؟ لو عايزة تسكني وترتاحي خدي مكان واسع وتكوني مرتاحة فيه، لكن لو استثمار دور على أفضل مطور إن شاء الله يا رب. لو أوضة واحدة بالنسبة لك هيجيب عائد أفضل. طب لو هشتري يفضل أشتري وحدة جاهزة ولا على مخطط؟ الجاهز بيبقى استثماره سريع، لكن الاستثمار الطويل واللي بيبقى حجمه أكبر هو اللي على مخطط إن أنت بتشتري أوف بلان.